في عالم مليء بالسيارات راح يكون اختيار جدا صعب حقك، لأن السيارات الصينية قام تطلع بشكل مذهل وجميل. خصوصا احنا الحين نبي سيارات نستخدمها بشكل يومي، عشان كذي احنا اليوم موجودين وياكم على اساس نقول لكم ان السيارة هذه هي السيارة المثالية حق استخدام اليومي وحق استعمال الأهل، يعني حتى عيالك يقدرون يطلعون فيها حق الجامعة وتكون الخيار الأمثل لكم. عشان كذي اليوم معانا بيستون تي 90 من مجموعة الخالد، وهي سيارة صينية ومصنعة من مصانع شركة الفاو، وهي تعتبر من أكبر الشركات اللي بالصين تصنع السيارات. شوفوا ما شاء الله البيبان، شوفوا الواجهة السيارة من برا راح تخليك إنه صدق تحتاج هالموتر ويكون حق الاستعمال اليومي. وإذا تكلمنا على التصميم الخارجي لبيستون تي 90 نلاحظ عندنا علامتها بالأمام كبيرة وواضحة. تتميز بيستون تي 90 بخطوطها الانسيابية والجريئة، وغير أنها تصميمها طبعا انسيابي ويعتمد على نظرية القوس المنحني. وأبعاد السيارة بيستون تي 90 الطول طبعا راح يكون 4 متر فاصلة 67، والعرض متر فاصلة 87، والارتفاع راح يكون متر فاصلة 69، والوزن السيارة راح يكون 1525 كيلو جرام. ونجد أن الخطوط الأمامية ذات تصميم عصري متناسب مع تصميم السيارة، ويتوسطها خطوط رفوقية متناسقة مع التصميم. وفي الأعلى الشبك الأمامي يوجد مصابيح أضاءة أمامية LED مع ضوء نهاري LED. وغير أنها الشبك الأمامي يفصل بين الإضاءات الليلية، وعلامة بيستون موجودة بالأمام تفصل بين الشبك الأمامي وغطاء المحرك. ومقاس الرنقات يكون 18 نفس ما أنتم شايفين. والسيارة تجيب 4 ألوان، لون الأبيض والرمادي والفضي والأسود. والسيارة تجيب محركين، محرك 1500 سي سي و2000 4 سلندر، قوة 252 حصان، وعزم دوران 380 نيوتن متر. والجير السيارة مصنع من شركة ايسون اليابانية، وتعتبر من أكبر الشركات اللي تصنع الجيرات بالعالم. بس راح يكون عندك تعبي بنزين وتطلع فيها بالمكان اللي تبيه. وبيستون تي 90 تتميز بأنها سيارة اقتصادية بالوقود، ومعدل استهلاكها للوقود 7.3 كيلو لكل لتر، وسعة خزان الوقود 60 لتر. والحين متابعينا قاعد نبطل دبة ويا بعض. شوفوا ما شاء الله مساحة كبيرة وواسعة وواضحة، يعني انت راح تحط اغراضك بشكل كبير. حتى شوفوا ما شاء الله المقاعد جلد، والشاشة العملاقة الموجودة هناك، وعندكم هني تبي تحط هني الولاعة، تبي تاخذ احتياجاتك، تبي تحط هني شنو عندك بعد، وجنطة اللي هي مالت الاسعاف الأمان في حال سمح الله صار لكم شيء، وبعيد الشر ما يصير لكم شيء. بس هذه انها حقيبة اسعافات الأولية. وتقدر بعد عزيزي المتابع لما تشغل إضاءة، تبي إضاءة نهارية ولا ليلية. لو تلاحظ شغلنا الليتات علامة بيستون اشتغلت من قدام، وذينا بعد من الداخل. عزيزي المتابع تعال 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 شوف الفقرة هذه راح تعجبك. أنا الحين طفيت الليتات مرة ثانية على أساس أوريك الوضع النهاري، وإذا حطينا وضع الأوتو راح تشتغل معاي الوضع الليلي. وإذا تكلمنا عن داخلية بيستون تي 90 من الداخل، ما شاء الله تبارك الرحمن تصميمها يتناسب مع التصميم الخارجي. والسكان طبعا ما شاء الله شوفوا متعدد الوظائف، وغير أنها تصميمها يتناسب مع متطلبات المجتمع الخليجي والكويتي. وغير ما شاء الله شوف فتحات التكييف عليها كروم باللون الأسود، والمناظر بعد عليها نقطة العمياء، يعني أنت ما راح تحاتي وأنت قاعد تسوق السيارة، لأنها فيها أنظمة أمان وسيفتي ورادارات، شيء جبار الأمانة، وتكنولوجيا هائلة من الداخل ومن برا. وإذا تكلمنا عن فتحة السقف بانوراما الخيالية اللي موجودة فوق، نبطلها ويا بعض. شوفوا ما شاء الله فتحتها كبيرة. وأهم شيء أن تلبس حزام الأمان على أساس أنظمة السيفتي والأمان تشتغل معاك داخل السيارة، والكمبيوتر الموجود داخل السيارة يتعرف أن الشخص قاعد داخل السيارة. وإذا مشينا ما شاء الله بالسيارة فمشاها ناعم وحلو، وما تحس بالشارع، وفيها عزل قوي، يعني ما راح تسمع الأصوات الموجودة برا، تكون أنت قاعد بروحك، لك خصوصيتك الكاملة داخل السيارة. وذينا على شاشة العدادات. أول شيء قلنا قبل شوي أن احنا نقدر نغير وضع الإضاءة مالت شاشة العدادات. هني وضع النهاري، وإذا حطيناه على وضع الأوتو ينتقل إلى وضع الليلي. وعندنا هني مدير المساعدة بين لي بعض قبل شوي الشغلات الموجودة داخل السيارة، من السرعة واستهلاك الوقود وغيرها من الشغلات اللي انت تستخدمها أثناء قيادة المركبة. والسكان طبعا في وظائف متعددة، البلوتوث تتحكم بالصوت، تتحكم بالموسيقى، تقدر ترد وتكلم أي شخص بالبلوتوث في حال
دق عليك. ومن تجربتي الخاصة أنصح متابعينا أن يشترون السيارة هذه، فأنت ماخذ موتور ومرتاح وغمض عيونك لمدة 6 سنوات 7 سنوات، يعني أنت بس راح تعبي بنزين، ما عندك شيء ثاني، اللهم أنت مرتاح وتروح تدفع حق الصيانة. وشاشة العدادات التي مقاس 9.6 تعرض معلومات أمام سائق المركبة، واسمها هيد اب ديسبلاي، يعني هم بعد راح رادار يبين لك السيارات اللي تكون يمك وينبهك في حال إذا أنت مو شايفها. الميزة هذه صراحة جبارة من وكالة بستون من مجموعة الخالد أوتو. صراحة يعني أنا حتى أمس قاعد أسوقها في سيارة كنت مو شايفها، فهيد اب ديسبلاي مع رادار بين لي بالصورة إن العدادات إن في سيارة يمك. حتى الحين في سيارة وراي مفروض إنه يبين لكم إياها، إن في سيارة تحت جاية من تحت وتمشي. فالميزة هذه حلوة حق البنات وهم طالعين ليسن بيروحون الجامعة، فالأبهات يحاتون على عيالهم. فميزة الهيد اب ديسبلاي جدا ممتازة، ورادار بعد شيء فاخر من وكالة بستون الخالد. والحلو بالموضوع يا متابعينا يا أعزاء، تقدر تحرك الكاميرا أي اتجاه تبيك، راح تعطيك محيط 540 درجة بالكامل، راح تشوف كل شيء تحتك. حتى لو غيرنا راح تلاحظ انه يبين لك مكان التواير شنو في تحتك، كل شيء يعني يعطيك تفاصيل السيارة بالكامل. وهني طبعا رد نغير وضعية السيارة ويبين لك شكل السيارة بالكامل. وبستون تي 90 عليها عرض 0 أرباح، وعليها كفالة 6 سنوات أو 200,000 أيهما أقرب، وسعر السيارة يبلش من 5899، وقسطها الشهري يبلش من 111. بس ما عليك إلا تزور معرض بستون في منطقة الصباحية أو الري، تشوف السيارة تتعرف عليها بنفسك وتعرف على تفاصيلها من داخل ومن برا، لأن السعر هذا جدا تنافسي بالسوق، والسعر ما راح يتطور في الأمانة. لا تنسونا بالشير واللايك والاشتراك بالقناة، وراح تعرفون كل ما هو جديد في عالم السيارات من خلال قناتنا الجميلة.